لو انت من الناس اللي بتدور على طريقة ربح من الانترنت تكون واقعية ومربحة وما تحتاجش خبرة ولا راس مال، ففيديو النهاردة مهم جدا بالنسبة لك، لأن الفكرة اللي هشاركك بيها النهاردة لسه شغالة بقوة، وناس كتير بدأت منها وبتحقق منها أرباح محترمة شهريا، وده من خلال إنشاء موقع بسيط بيقدم محتوى مطلوب جدا، والربح منه بيكون من كذا مصدر في نفس الوقت. والأهم إنك تقدر تبدأ حرفياً بدون ما تكون خبير أو عندك خبرة في إنشاء المواقع، لأن الذكاء الاصطناعي هيسهل عليك كل حاجة. فلو عايز فعلاً تبدأ صح، ركز معايا للنهاية، لأن ده ممكن يكون بداية شغل حقيقي ليك أونلاين. قبل ما نبدأ، لو لسه جديد معانا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان توصلك كل أفكار الربح الجديدة اللي لسه محدش بيتكلم عنها. بص يا صديقي، أنا النهاردة جاي أشارك معاك فكرة موقع ناس كتير جدا اتجاهلته بعد انتشار الذكاء الاصطناعي، مع إن الحقيقي اللي بدأوا فيها الفترة اللي فاتت بيكسبوا منها أرباح ممتازة بدون ما يحتاجوا خبرة كبيرة وبدون ما يدخلوا في دوشة أدسنس. الفكرة ببساطة موقع أو مدونة لعرض وتحميل البرامج أو التطبيقات المدفوعة مجاناً، سواء كانت برامج للويندوز أو تطبيقات للموبايل. طيب، إيه الجديد؟ الفكرة مش في الموقع نفسه، السر كله في طريقة الربح منه، والطريقة دي بتجمع لك 3 مصادر دخل قوية في نفس الوقت. خليني أشرحهم لك بطريقة بسيطة. أولاً، الربح من الشركات الإعلانية البديلة لأدسنس. لو خايف تقدم أدسنس أو مش عايز تتعب معاه، عندك بديل قوي جدا زي شركة مونيتاج اللي شرحناها قبل كده على القناة، وبالمناسبة تقدر تعتمد عليها في الإعلانات سواء كان الموقع على بلوجر أو ووردبريس. المميز في مونيتاج إنها بتقبل بسرعة وكمان بتناسب مواقع التحميل، وده اللي صعب تعمله في أدسنس أصلا. ثانيا، الربح من اختصار الروابط، ودي النقطة اللي ناس كتير بتغفل عنها، بس هي واحدة من أقوى مصادر الربح لمواقع التحميل. يعني بدل ما تحط رابط تحميل مباشر، بتعمل له اختصار عبر موقع محترم تربح منه زي لينك جاست أو أي موقع موثوق. كل زائر يضغط عشان يحمل البرنامج أنت بتاخد ربح، ومع مواقع التحميل الثقة أعلى والضغطات أكتر، وبالتالي أرباح أفضل. ثالثاً، الربح من رفع الملفات. بدل ما تعتمد على رابط خارجي بس، ارفع البرنامج أو التطبيق على مواقع ربح من رفع الملفات اللي بتدفع لك مقابل كل تحميل. يعني أنت بتربح من نفس الشخص 3 مرات: إعلان من مونيتاج، نقر على الرابط المختصر، كمال ربح من التحميل. تخيل بقى لو عندك 20 مقالة عمل لهم سيو وشلالين 24 ساعة، معدل الربح اليومي بيوصل مع ناس ل10 ل $30 يوميا في البداية، وده رقم ممتاز لمحتوى ثابت بيتأرشف في جوجل ومنصات التواصل. طيب، هل المجال ده عليه منافسين؟ أيوه، لكن هنا بقى المفاجأة. لو هتشتغل في برامج الموبايل المنافسة عالية، إنما لو ركزت على برامج الكمبيوتر والويندوز المنافسة قليلة جدا، والبحث عليها ضخم جدا، والزيارات مستمرة طول السنة. الذكاء الاصطناعي هيسهل عليك 70% من الشغل. إزاي؟ يعمل لك مقالات مراجعات للبرامج، يوصف مميزات وعيوب، يعمل لك صور للبرامج، يعمل سكريبت الفيديو ترويجي لقناتك. يعني المحتوى اللي كنت هتاخد فيه ساعتين هيتعمل في 15 دقيقة بس. طب أجيب زيارات إزاي؟ أعطيك 3 طرق فعالة جدا. 1. شارك مقالاتك في جروبات الفيسبوك الخاصة بالكمبيوتر والبرامج. 2. اعمل قناة يوتيوب صغيرة بالذكاء الاصطناعي لمراجعة البرامج وربطها بالموقع. 3. استخدم تيك توك وريلز لشرح ميزة في كل برنامج وتوجيه الزيارات للموقع. الطريقة الثالثة لوحدها بتفجر زيارات. مثال سريع لموقع ناجح بيطبق نفس الاستراتيجية. في الفيديو ده هعرض لكم مثال لموقع لبرامج شغال بنفس الفكرة. يعرض البرنامج، شرح بسيط، صور، رابط تحميل مختصر، والرابط بيروح لملف مرفوع على مواقع ربح. ده غير ان صاحب الموقع عامل قناة يوتيوب هدفها بس تجيب زيارات للموقع، والنتيجة زيارات مجانية زائد أرباح مستمرة زائد محتوى بيتأرشف. ودي نقطة مهمة جدا. لو شايف ان الموضوع صعب او مش عندك خبرة في انشاء المواقع، حب اقولك اننا بنقدم خدمة انشاء مدونة جاهزة بالكامل بأسعار بسيطة جدا ومجهزة للربح من اول يوم. نشتغل معاك خطوة بخطوة لحد ما تكون محقق ربح ان شاء الله.
ولو حابب خدمة إنشاء موقع تحميل برامج جاهز عندنا كمان، تقدر تتواصل معنا على صفحة فيسبوك والرابط موجود في التعليق المثبت. في النهاية، قبل ما أختم، عايز أسألك، هل تحب أعمل حلقة كاملة عن أفضل 10 أفكار مواقع أخرى للربح تستخدم نفس مبدأ الترافيك والذكاء الاصطناعي؟ لو عايز، اكتب كلمة عايز أفكار في التعليقات. في النهاية، الفكرة دي ما زالت ناجحة جدا لحد النهاردة، ومع الذكاء الاصطناعي بقت أسهل بكتير من قبل كده. كل اللي محتاجه هو إنك تبدأ، مش شرط كل حاجة تكون كاملة، المهم تتحرك. لو استفدت، اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس، واستعد للفيديو اللي جاي لأنه هيكون أقوى بكتير. شوفكم في الفيديو الجاي.